هل الخضر في اليهودية شرب من نهر الحياة؟ مقطع مليء بالصدمات. تحدثنا سابقا عن بداية قصة الخضر عليه السلام، والصادم أن لغز استكشافه يحتاج لمعجزة فكرية. ففي اليهودية يرجح أنه إيليا أو إلياس النبي العظيم وفقا لسفر الملوك الأول في العهد القديم، وهو النبي الذي دافع عن وحدانية الله. في العهد الجديد في الدين المسيحي يأتي التصريح عنه بأنه يوحنا المعمدان عليه السلام متجسدا بإيليا، ويوحنا المعمدان هو يحيى عليه السلام في الإسلام الذي يعتبر أصلا أن إيليا هو إلياس النبي المذكور في القرآن. لكن بعض علماء المسلمين قالوا أن إلياس له علاقة بالخضر أو أنه الخضر نفسه. الصادم أن رواية ينبوع الشباب موجودة في كثير من المعتقدات بصور مختلفة. الصدمة الأخيرة أن اليهود ينتظرون عودة إيليا قريبا قبل المسيح المخلص ليقول كلمته في هذه الأرض. ترقبوا المقطع المقبل ولا تنسوا مشاركة المقطع ودعمنا بالاشتراك والتفاعل.